السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ازيكم يا حبايبي؟ طبعا اللي أول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويختار كلمة الكل عشان يوصله كل جديد يا حبايبي. وطبعا حابة أشكر اخواتي وحبايبي اللي معانا في الجروب، انتوا طبعا مشرفيني والله ومنوريني وعلى راسي. وحبايبي اللي من برا مصر واللي من مصر برضك انتوا طبعا منوريني ومشرفيني يا حبايبي. طبعًا ويا ريت يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل، طبعًا أنتم عارفين إن اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو لنا يا حبايبي. فطبعًا النهارده هتعملي إيه يا أم إسلام؟ هاعمل معاكم النهارده الكشري في الحلة الواحدة، طبعًا أنتم عارفين إن الكشري دي بقى الأكلة المصرية طبعًا المفضلة. هاعمله بقى إيه في الحلة الواحدة كده، أنا عملته قبل كده على القناة، بس كان إيه بطريقة اللي هو كل حاجة لوحدها كده، فأنا قُلت أعمله معاكم النهارده في الحلة الواحدة طبعًا. فطبعًا يالّا نبدأ الفيديو بتاعنا يا حبايبي. أول حاجة بقى إيه، قبل كل حاجة نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده أنا كنت ناقعة غاسلة العدس بتاعنا وناقعاه. طبعًا لمّا بتنقعي العدس بتاعِك الحباية بتاعته كده يعني بتحسّي إن هي يعني حلوة كده وما شاء الله وجميلة، بتغسليه وتنقعيه شوية. تمام. وبعد كده بقى إيه، كنت محضّرة كمية من البصل طبعًا، لإن أنتم عارفين إن الكشري بيحتاج كمية كبيرة من البصل. وكده يا حبايبي بقى إيه، هنفرم البصل بتاعنا. وطبعًا بقى أنتِ طبعًا حسب طريقتِك، بس أنا باورّيكِ طريقة يعني سهلة وبسيطة خالص. تمام يا حبايبي. وكده أنا كنت فرمت البصل بتاعنا أهوّة، وطبعًا هاطعّم البصل بمعلقتين خل كبار كده. بيدّوا له طعم حلو أوي وبيدّوا له ريحة حلوة برضك، ما شاء الله بيبقى حلو أوي. وطبعًا لو أنتِ حابة برضك تعفّريه بمعلقة من الدقيق أو النشا، بيبقى حلو أوي. أمّا بتيجي تحمّريه كده بيدّيكِ اللون الدهبي ده بيبقى جميل جدًا وبيبقى مقرمش. تمام يا حبايبي. وكده أهوّة طبعًا كده بقى إيه، كنت رُحت على البوتاجاز بقى عشان نجهّز بقى الرز بتاعنا. وكده أنا باحمّر الشعرية أهوّة ما شاء الله. وطبعًا بقى دي حاجة سهلة بقى إيه كلّه مع بعضه كده، يعني مش هيكلّفِك بقى غسيل مواعين وحاجات من زي ما أنتم فاهمين كده. كده الشعرية بتاعتنا أهيّة احمرّت، أول ما بتدّينا اللون الدهبي دي بقى بتنزلي على الرز بتاعِك، طبعًا دُولة كوبايتين من الرز، أنا كنت غاسلاهم وناقعاهم. والشعرية طبعًا كانت كوباية شعرية كبيرة. وأنتِ طبعًا بقى حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها طبعًا حسب أفراد عيلتِك. فعشان هو طبعًا في حلة واحدة، فأنا مش باكتّر يعني عشان يبقى إيه، القِعد بتاع الحلة مضبوط، ما يطلعش معاكِ إيه معجِّن أو كده. تمام. طبعًا كده يا حبايبي أهوّة كنا حمّرنا الشعرية عفوًا. وطبعًا هننزل بقى إيه بالعدس بتاعنا طبعًا زي ما قُلت لكم أنا غاسلاه كويس وناقعاه. بتنقّيه الأول طبعًا من يكون فيه أي حاجة يعني، بتنقّي العدس بتاعِك كويس وتنقعيه شوية. وكده أهوّة هانزل بيه إيه، على الرز بشعرية. وفي ناس في ناس يعني مش بتعمله برز بشعرية، بتعمله رز أبيض عادي، بس هو طبعًا الشعرية بتطعّم الرز أكتر يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وكده أنا باحوّر في أهوّة ونطعّمه برضك إيه، بنُص معلقة كمون على كزبرة أو أي بهارات أنتِ حابة تضيفيها. وهانزل بالمكرونة. زي ما قُلت لكم بقى إن كلّه في بعضه كده ما شاء الله حلو أوي وبطريقة سهلة وبسيطة خالص. مش هتكلّفِك بقى لا تريّحِك بقى من غسيل المواعين وكده. وتنزلي بقى إيه بالمكرونة طبعًا أي نوع مكرونة أنتِ حاباه يعني، أنا باحب النوع اللي هو الواسع دوّة شوية. مع المكرونة الاسباجيتي طبعًا ديّة أساسي، شيء أساسي في الكشري، المكرونة الاسباجيتي طبعًا. عفوًا يا حبايبي معلش الصوت متغيّر شوية لإن دور البرد مبهدلنا يعني شوية. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طبعًا المكرونة طبعًا هتكسّريها كده على 2 أو 3 حسب ما أنتِ حابة يعني. اللي هي المكرونة الاسباجيتي. وطبعًا في الوقت ده بقى أنا كنت حاطة المَيّة على البوتاجاز تغلي طبعًا، لإن لازم المَيّة تكون سخنة، تكون المَيّة بتاعتِك سخنة علشان إيه، الكشري بتاعِك ما يعجنش منِّك وكده، ويستوي بسرعة معاكِ والحباية بتاعته تبقى إيه، مستوية ومفرفر كده وجميل. وكده أنا كنت نزلت أهوّة بالمَيّة السخنة بتاعتنا أهوّة. وطبعًا المَيّة بتاعتِك ما تزيدش عن
تخلّيها بسوة المكرونة الاسباجيتي طبعًا عشان ما يطلعش معجّن معاكِ، زي ما أنتِ شايفاها كده بقى وتضبّطي الملح بتاعِك. تمام يا حبايبي، بطريقة سهلة خالص وبسيطة خالص، جرّبوها هيطلع معاكم جميل جدًا، جدًا. وطبعًا أنتم عارفين إن الكشري دي يعني أكلة مفضلة يعني، اللهم يعني صل بالنسبة لنا وسلم وبارك والله إحنا عليك يا بنحبه أوي سيدي يا وحابينه حبيبي يا ما رسول شاء الله، الله. طبعا يعني اللي ناس عايز ياكل اللايك كشري بتاعه يا كل جماعة يوم. يا ريت تحطوا اللايك. يا ريت يا حبايبي فضلًا منكم وليس أمرًا، يا ريت تحطوا اللايك بتاعكم الجميل طبعًا، لإن أنتم عارفين إن اللايك بتاعكم ده هو اللي بيرفع لنا الفيديو. وطبعًا يا رب كده دايمًا مكملين مع بعض دايمًا يا رب يا حبايبي، وما نتحرمش منكم أبدًا ولا من وجودكم. وكده بقى إيه، كنت الرز بتاعنا بقى الكشري بتاعنا خلاص اتشرب أهوّة، وأقلّبه كده بتقلّبيه كده ببعضه، يتردد بقى كده على نار هادية. ما شاء الله زي ما أنتم شايفينه كده أهوّة مفرفر لا معجن ولا حاجة. طبعًا زي ما قُلت لِك ما تزوّديش المَيّة أوي، علشان إيه، يبقى يعني سِواه يطلع سِواه كويس معاكِ ويبقى مضبوط. تمام يا حبايبي، وكده أهوّة زي ما أنتم شايفين كده بقى ده الكشري بتاعنا. إيه رأيكم بقى؟ كشري جميل. وطبعًا أنتم عارفين إن الكشري برضك ممكن تعمليه يعني اللي هو كام نوع، يعني تعمليه بالحمص، تعمليه بالكبد والقوانص. أنا عملته قبل كده بالكبد والقوانص كان جميل جدًا، جدًا ما شاء الله، كان حلو أوي وما شاء الله جميل، وطريقته سهلة وبسيطة خالص زي ما أنتم شايفين أهوّة ما شاء الله. إيه رأيكم بقى في الكشري بتاعنا الجميل؟ حاجة كده تستاهل بُقكم والله يا حبايبي، وحاجة كده ما شاء الله، وكان طعمه جميل جدًا، جدًا، ولا معجّن ولا أي حاجة. وطبعًا أنا كنت عاملة التقلية بتاعة الكشري، بس بصراحة أنا ما صوّرتش لإن أنا ما كنتش ناوية أصوّر لإني تعبانة وكده. تمام يا حبايبي، وكده كده الغدا بتاعنا أهوّة يا حبايبي ما شاء الله، بألف هنا للي ياكل. وطبعًا كنا عاملين معاه فراخ. الفراخ ديّة أنا عاملاها في عرقها. هتقولي يعني إيه في عرقها يا أم إسلام؟ في عرقها دي يعني بتغسليها كويس جدًا، جدًا، وتنقعيها في محلول النقع، وبعد كده إيه النقع، وبعد كده تطلّعيها إيه تسوّيها في عرقها كده في الحلة، وتحطي بقى إيه البهارات بتاعتِك، على قرن فلفل وبصلاية وطماطماية وحبهان اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وتحط بقى إيه على نار هادية خالص، تهدّي عليها النار وتسيبها إيه تستوى في عرقها كده بقى، بتنزّل المَيّة اللي فيها كده وتستوى في عرقها. وبعد كده بتطلّعيها بقى إيه بعد ما تستوي، تطلّعيها بقى تحمّريها. ممكن أنتِ حابة تحمّريها في الشواية تحت الشواية كده تولّعي الشواية وتحمّريها، بتبقى حلوة. تحمّريها في الزيت حسب طريقتِك أنتِ بقى، بس هي كده أنا محمّراها في الزيت أهيّة ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. وطبعًا يعني ما شاء الله مستوية حلوة أوي. وطبعًا اللي وراك طبعًا بنعملها بالسكينة، بنغزها كده بالسكينة عشان تستوي معاكِ طبعًا، لإن هي معمولة في عرقها وبتغيب شوية على البوتاجاز. طبعًا يا